تيدي روزفلت قال مرة: ليس الناقد هو المهم ولا الرجل الذي يشير إلى كيف يتعثر الرجل القوي، بل يذهب الرصيد إلى الرجل الذي هو بالفعل في الساحة بوجه ملطخ بالتراب والعرق والدم، الذي يكافح ببسالة، الذي في أسوأ الأحوال إن فشل فهو على الأقل يفشل بينما يجسر بشدة، لكي لا يكون مكانه أبدا مع تلك النفوس الباردة الجبانة التي لا تعرف لا النصر ولا حتى الهزيمة. علشان كده قررنا ناخد المخاطرة، الباكج بكل ما فيها من نصر وهزيمة، علشان نكتشف حقيقتنا وهويتنا وقلب رجولتنا. مبسوطين تشاركنا الرحلة في بودكاست راجل لراجل مع ماجد ماهر وأمير طلعت. ماجد، ازيك؟ اهلا امير، اخبارك ايه؟ لسه بنفس حماستك من ساعة الحلقة الأولى واحنا عمالين ندخل جوه في مناطق غميقة قوي. الحقيقة ما تسألنيش على الحماسة. أسألك عن أنا خايف أسأل تاني. أنا كل ما بسأل سؤال في حاجة بتضرب في وشي، فبحس الموضوع بيبوظ زيادة، بيتعقد. عايزين نفتكر ان دي رحلة حياة، وان مرات هنحبط، مرات فعلا الحماسة هتقل، لكن دي رحلة حياة ومحتاجين نمشيها مع حد، محتاجين نلاقي رجالة حوالينا، ومحتاجين ان احنا نبني مجتمع رجولي واقف على رجليه فعلا بمسؤوليتنا. النهاردة بقى هنبتدي ندخل في حتة كده جديدة، وعايزين نعرف بقى ايه اللي بيحصل. احنا حكينا الحلقات اللي فاتت، واشجعك لو ما كنتش سمعت الحلقات اللي فاتت ارجع لها على بودكاست راجل لراجل، اتكلمنا عن الجروح اللي بتحصل لنا والماضي بتاعنا، وان احنا كرجالة اتشوهنا عن الصورة الأصلية اللي احنا اتخلقنا عليها، وحاولنا نفهم شوية عن الصورة الأصلية. لكن عايزين نعرف بقى، انا اتجرحت واللي كان خلاص، مش هسلم امري لله. يعني انا عايز اعرف بس هنعمل ايه. يعني هل اتجرحت فهرفع ايدي واقول خلاص اللي حصل حصل، يعني يلا ربنا يسامحهم وياخدهم وكده وانا هكمل حياتي، ولا ردود الافعال بتبقى عاملة ازاي بعد ما بنتجرح والشرخ ده بيحصل في حياتنا كرجالة؟ ايه رد فعلنا؟ هل بنقف وقفة ولا في رد فعل تاني؟ شكرا جدا يا امير. هو كلمة جرح دي اصلا يعني احنا كرجالة مش بنحبها. يعني فكرة جرح دي، كلمة ان انا مجروح، والجرح والحتت دي يمكن مرتبطة عندنا شوية بالضعف، او مرتبطة عندنا بان في ان انا يعني لازم اقلل المرحلة دي او لازم اعديها بسرعة، فهي مش محببة. يعني حتى ناس مننا ما بتقفش قدام القصة دي إلا لما بتنهار أو لما بتتخبط خبطة جامدة قوي ويبدأوا يشعروا فعلا إن هم محتاجين مساعدة ومساندة. يعني في ناس بتقولك إحنا سمعناكوا الكلام ده إحنا فاهمينه وسمعنا حاجات زي كده، بس على فكرة أنا مش مجروح، أنا تمام. وإنت ليه عايز تقولي إن كل الناس مجروحين وكل الناس مخبوطين وكل الناس الفكرة دي موجودة فعلا، نازل لهم برنامج يعني المرض علشان تبيع لي الدواء. يعني نفس المنطق ده. وانت ليه بتتكلم عن الموضوع ده بالظبط؟ احنا محتاجين نفتكر ان احنا في عالم ساقط. يعني حتى لو احنا في عيلة الاب عامل كل الدور ودارس كل الدراسة وعامل كل حاجة وبيقضي وقت مع ابنه وبيعمل كل اللي عليه، انا عايز اقولك برضو في الاخر ان تأثير المجتمع والحياة اللي احنا فيها من الشر ومن عدم العدالة ومن المجتمع الساقط اللي هو مجتمع الخطية او المجتمع اللي مش كامل، بتفضل فيه حتة مخبوطة فينا كرجالة. طبعا النسب او شكل الخبطة او شكل النضوج يعني مخبوط قد ايه بيقل طبعا، غير لما بيكون فيه تشوه او غضب او اب شرير او اب باسيف جدا او سلبي بشكل عنيف. يعني ففي ناس بتقول لك انا مش مجروح، انا تمام، الكلام اللي انت بتقوله ده ما يفرقش معايا، وده ممكن يعني وارد، ولازم نحترم انه في المرحله دي في ناس وسطينا مش حاسه بالقصه دي. طب هل ممكن النكران بتاع وجود المشكلة يبقى جزء من أجزائه إنه متغطي بالغطا بتاع إني أنا راجل، فأنا ممكن أبقى عارف وبنكر بإرادتي تماما، اللي هو جزء من رجولتي
وقد ايه انا ناشف وعندي قوة تحمل، ان انا عارف ان انا متألم وواخد السكينة في جنبي اهي، بس انا مش هطلعها من جنبي، انا هكمل للاخر وانا شايلها في جنبي. انا بحييك. هو ده الباترن التاني او ده الشكل التاني اللي هو انا مجروح بس انا ينفع اكمل لان انا راجل. ايه يعني اتخبطت خبطه، وايه يعني ابويا كان بيضربنا وكان بيهنا وكان بيسيب البيت وكان بيبهدل امي، ايه المشكله؟ ما ياما بتحصل، بس انا هفضل مكمل واقف على رجليا ومفيش اي مشكله. سيبني في حالي، انا محتاج اكمل شغل، محتاج اكمل تركيز، محتاج اكمل نجاح في اللي انا بدرسه، انا مكمل. وهنا في فرق ما بين ادراك الجرح وما بين ادراك التبعيات بتاعته. ودايما بيكون في نقطة معينة هي ان انا ببقى شايف ان انا مجروح وشايف ان انا مخبوط او ان انا يعني مش عارف اكمل. في ناس ممكن تبقى شايفة الجرح بس قادرة تكمل وبتكابر او بتكمل، بتقرر انها تكمل على القوة الكامنة يعني. في ناس تانية بتبقى مش قادرة تكمل ومش شايفة الجرح، وفي ناس تانية بتشوف الاتنين في نفس الوقت، ويمكن ده بيساعدهم ان هم ياخدوا خطوات لقدام شوية. لكن في كمان نموذج تاني بيقول لك انت عارف انا استاهل، بيبدأ يحمل نفسه المسؤولية. وده باترن مهم قوي برضو للرجالة، ان الرجالة دايما اللي اختاروا فكرة ان هو الرجل يتحمل المسؤولية والراجل هو اللي مسؤول عن كل شيء، فبيتحمل كمان مسؤولية الجرح اللي حصل فيه. انا اللي اكيد عملت حاجة خلت الاب مثلا يتعامل معايا بالشكل ده، انا اللي عملت حاجة انا ما استحقش كفاية. بالظبط. يعني ممكن نكون ما احنا ما كناش بنذاكر كويس، ما احنا ما كناش فعلا بنسمع كلام اهالينا، ما احنا كنا او ما احنا كانت مثلا مصاريفنا تقيلة عليهم. يعني بيقول حاجات كتيرة قوي. المهم ان هو يختار ان المسؤولية بتاعت الجرح او الخبطة او الاهانة او اي مسببات ان البرنامج بتاع ان انت ليس لديك المطلوب حصلت، هي مسؤوليته هو وليست مسؤولية الاخر. الثلاثة دول طبعا زي ما قلنا ان نتيجة الجرح بيحصل نوع من الاجريمنت او الاتفاق اللي بيعمل نوع من حاجة اسمها التصنع في الاداء. التصنع ده هو ان انا ممكن ابقى بحاول اراضي كل الناس اللي حواليا، بحاول ما ازعلش حد، بحاول ابقى دايما لطيف ودايما ظريف ودايما محب وبلعب دور حمامة السلام ما بين الناس، بس مش لان انا عايز العب الدور ده، لكن لاني عايز اتصنع بالحتة دي. وبسؤالي لنفسي بقدر اواجه نفسي بحاجة زي كده. في واحد تاني بيبقى واخد موقف عدائي من كل الناس، في واحد تاني بيبقى منسحب من كل الحاجات، في واحد تاني مقرر انه محدش هيقرب من الدايرة القريبة من حياتي عشان ما يجرحنيش تاني، فمش عايز اعيد الدايرة يعني. يعني هو واخد قرارات معينة. لما بيسأل نفسه بيعرف ليه. يعني ما اقدرش ارجع مش كل دايما الاسباب. بيبقى واعي للاسباب دي. لا يعني مش دايما بيبقى واعي للاسباب دي. في ناس بتبقى بحس ان ممكن ابقى واعي انه لا انا مش عايز حد يقرب تاني لألا اتجرح تاني، فكفايه بقى خلاص. ده واحد واعي وواخد قرارات. لكن في واحد تاني ممكن يبقى اصلا ما بيقربش من اي حد، بس هو مش عارف ليه. هو شايف ان دي العلاقه المناسبه او اتربى على انه نسيب مسافه بيننا وبين الناس. دي حدود كويسه، دي حدود كويسه ونوع من الشياكه يعني. يقول لك ما نخلطش قوي، ما نجيبش الناس البيت قوي. بتلاقي حاجات كتيره جدا. طيب لو انا دلوقتي واحد عديت بالوقت الصعب ده واتجرحت وخلاص، حصل زمان وانا مش حاسس، فممكن اخد ردود افعال زي دي. بس هل دي انا اصلا بعملها وانا مش حاسس؟ حاجة تلقائية بتطلع مني يعني، اسلوب دفاعي كده من نفسيتي علشان احميني. بس لو انا عايز اراقب نفسي بقى، انا بقى فهمت وسمعت بودكاست راجل لراجل، والناس دي قالت لي انه في مشكلة وخلي بالك لألا قدام الدنيا هتبوظ وهتبوظ الناس اللي بعدك. فانا قررت اني هراقب نفسي واحطني كده تحت الميكروسكوب وامسكني وانا متلبس انه انا عندي جرح. اراقب ايه يعني؟ وانا قاعد اراقب ايه اللي هكتشفه يقول لي ان دي لمبة حمراء كده تحذير، خلي بالك انت عندك مشكلة. اوكي يا مير، ده الجزء التاني. يعني في ناس زي ما احنا قلنا التصنع
ممكن يساعدني ان انا اكتشف حاجة زي كده وبعدين ابدأ افهم. لكن في ناس برضو ما بتقدرش تلقط التصنع او ما بيقدروش يلقطوا انا ليه بعمل كده. لكن في مشاعر لازم ناخد بالي منها. 3 مشاعر هتكلم عنهم: الغضب، الخوف، والشهوة. لو اتكلمت مثلا عن الغضب، في ناس ممكن تلقط نفسها او تقفش نفسها او تقبض على نفسها انها غضبانة من غير ما يكون في سبب. يعني انا ينفع اتضايق منك ان انت خرجت مثلا انت وصاحبنا الثالث وما كلمتنيش في التليفون، ده السبب ان انا ابقى زعلان مثلا اذا كان يستاهل يعني. لكن في ناس غضبانة طول الوقت وهي مش عارفة هي غضبانة ليه. وده على فكرة بيحصل لنا كلنا. اروح البيت مش طايق ان ابني يتكلم بصوت عالي، مش طايق ان هو يوقع حاجة، مش طايق ان هو يعدي قدامي، مش طايق ان حد يقلب قناة التلفزيون. انا غضبان وعمال يعني مش مستحمل، مع ان مفيش موقف معين دايس على صباعي. هنا انا محتاج القط انه يعني حتى في الافلام الاجنبي كده يقول لك ايه what's going on here، يعني ايه اللي حاصل، ايه سبب كل الانفعال اللي انت فيه ده. ودي هنا لو انا اديت فرصة لنفسي، قعدت مع نفسي، خدت ورقة وقلم، طلعت بره مرة تانية في الطبيعة او في مكان رحب يعني، او في مكان هادي على الاقل، اقدر افهم انا مالي. الحاجة التانية الحقيقة اللي بدأنا نلقطها كتير قوي وسط الناس هو الخوف. الناس خايفة والرجالة خايفين. خايف من المستقبل، خايف يفقد شغله. اقول لك في ناس خايفة تفلس، في ناس خايفة ما يبقاش معاها تدخل عيالها مدارس او جامعات زي ما هم نفسهم. في ناس خايفة من المقارنة ما بينها وبين الاخرين. في ناس خايفة هيتقال علينا ايه، شكلنا عامل ازاي. الخوف الغير مبرر طول الوقت من حاجات مش مفهومة طول الوقت، ده بيقول ان في حاجة مش مظبوطة. ده بيقول ان انا في سوفت وير نازل اسمه انا لا امتلك المطلوب ان انا اكمل في الحياة. مش مدرك ان الحياة دي مغامرة وانا محتاج اكون مسنود وانا بعدي المغامرة، لكن اتحاصرت بالخوف الشديد جدا من كل حاجة. من كتر مثلا المتطلبات اللي بتتحط عليا، انت المفروض تعمل، فانا طول الوقت خايف لألا لا ارتقي لمستوى ان انا البني ادم اللي قادر يعمل ده. الخوف حاجة طبيعية. يعني لو انا حد قريب مني بيعمل اشعة وانا رايح استلم الاشعة، ممكن ابقى خايف انه هيطلع ايه موجود في الاشعة دي. وكمان جنب الخوف ده انا لازم اقبل محدوديتي، ان انا انا خايف بس انا مش هقدر اعمل حاجة. ده خوف غير مرضي، ده خوف مفهوم. لكن لو انا خايف طول الوقت من كل حاجة وعايز اضمن كل الامور، فتلاقيني كل حاجة بشكك فيها وبتأكد منها وعيد على شغل الناس اللي حواليا، ويعني بحاول اضمن الامور. فانا هنا بدأت في حتة يعني فيها رايبة شوية، فانا محتاج اعرف انا ليه بعمل كده. الحاجة الثالثة هي الشهوة، او هي ان انا تبقى الاثارة او تبقى الجنس بالنسبة لي حاجة طول الوقت. يعني ينفع اتعرض لموقف فيه اثارة فاتشغل بالحتة دي، ينفع ابقى عندي احتياجات فيبقى عندي جزء لي علاقة بالجنس. لكن لو الشهوة هي بقت محرك أساسي، بقت هي اللذة الوحيدة اللي في حياتي، بقت هي الحاجة الوحيدة اللي أنا مشغول بيها طول الوقت، العادة السرية بقت هي كل المنطقة اللي أنا بلاقي فيها تنفيس لتعبي وضغطي، هنا أنا محتاج أعرف إن في حاجة مش مظبوطة. الغضب، الخوف، الشهوة الغير مبررين اللي على طول اللي ماليين حياتي، دول سيمتمز جامدة قوي ان هو ده اللي هو بيساوي اللي احنا عمالين نقوله من الوقت، ان في جرح حاصل وفي برنامج نازل بيقول ان انا لا امتلك المطلوب. طيب تعالى بقى نسحب نفسنا احنا من تحت الميكروسكوب، ومش هراقب نفسي، عايز اراقب اللي حواليا. صح. عايز اشوف الوضع الحالي. ما يمكن انا عادي وما يمكن انا اللي مأفور ومفيش حاجة ولا هو الوضع الحالي كله كده. ايوه. ولا الناس حواليا عاملين ازاي، اعرف برضو انا
يعني هطمن برضو لو شفت حد غيري في حاجة يعني، فعايز اراقب اللي حواليا. دي حته مهمه، عشان كده احنا محتاجين نبص حوالينا، يعني نبص الرجاله اللي حوالينا اللي احنا عايشين معاهم. يعني هل الناس دي مليانه، يعني حاسسهم كده احرار كده ومتحمسين ومنطلقين وعندهم حاجات شغلاهم وعايزين يعملوها؟ لا احنا بنصحى الصبح كأننا بنقضي عقوبة يعني. بالظبط. موضوع خطر يعني. الناس كلها محبطة على آخرها، مضغوطة مطحونة، مش قادرين. يعني أقول لك اسأل الستات في البيوت واسأل الناس اللي عايشين مع الرجالة في البيت، مبسوطين؟ يعني مبسوطين بجوازاتهم، مبسوطين بعلاقاتهم، مبسوطين بأزواجهم، حاسين ان هم لقوا اللي كانوا بيدوروا عليه في أزواجهم وبيوتهم حلوة؟ اسأل الأطفال لو ينفع، يعني كنا نسأل الأطفال عن أهاليهم الرجالة. لا، الحال وحش طبعا، الحال وحش طبعا، والناتج ضعيف. وده اللي مخلينا نقف قدام سؤال قوي، هو ليه حاصل كده وإيه اللي بيحصل في حياتنا كرجالة؟ انا حتى من يعني وانت بتتكلم كده بفتكر لما بركب مثلا مواصلات الصبح بدري كده في الطريق للشغل، اللي هو احنا لسه بنقول صباح الخير، الشمس لسه ما شدتش حتى، ومفيش اي مجهود بدني بيتعمل، مفيش اي حاجة تعب ينفع يبقى سبب للحال بتاع الوشوش. فتدخل كده المترو او اتوبيس او اي حاجة، تلاقي الناس كلها وشوشها متضايق، تلاقي الراجل كده قاعد شايل هموم الدنيا، فانت صاحي بالهموم دي. يعني بحس انه احنا لسه ما عملناش حاجه في يومنا تستدعي مثلا ان ادي لك عذر انه تلاقيه مرهق شويه. هو معقوله كل الناس دي مرهقه على الصبح قبل ما نعمل حاجه؟ يا اذا كانت البنوه او البنويه هي الحاجه اللي بتمرر ليا بيها الصلاحية بتاعتي كراجل، وهي الحاجة اللي بستلمها من أبويا اللي فيها كل الطاقة إن أنا أكون واقف على رجليا ولدي المطلوب وعندي قدرة إن أنا أعيش بشغف ومنطلق، فاليتم أو الإحساس إن كل الرجال النهاردة متروكين ومخزولين، هو ده الحال العام اللي موجود للرجالة. كل واحد يقول لك لا عم ولا خال، ما حدش يا عم بيقف لحد، ما فيش صاحب يتصاحب. كل الميديا وكل الإحساس العام بيوصل أو مخلينا مدركين إن إحنا كرجالة يتمى بلا أب وبلا سند وبلا دعم في عالم ساقط عايز أضمنه. أنت متخيل الشيلة فطبعا يعني إحباط لدرجة الموت يعني. والمشكلة انه احنا مش بنبقى حاسين قوي باللي بيحصل تحت السجادة، بكمية الحاجات اللي احنا كانسينها ومدارينها ومش حاسين بيها ومش شايفينها. بس اللي بيقلقني اكتر بقى ماجد انه احيانا لما بنلاحظ انا بختار انه اخد دور راية وسكينة في حياتي، انا هفطس المشاعر دي، انا قررت انه هسكن الألم. لا ما اتعالجش، وانا اروح ليه اتعالج؟ انا هاخد برشامتين مسكن وتمام وهصحى الصبح زي الفل. فاحنا يعني بحس ان احنا بنتعامل مع نفسنا زي التعامل مع الراوتر كده، اللي هو رستاره يا فندم هيبقى زي الفل، اطفيه وشغله تاني الدنيا هتحلو. فانا هنام، بس هرتاح، هنام واخد برشامتين مسكن هصحى زي الفل. فبنعمل ده مع روحنا، انه انا في ألم وفي حاجه، بس ما عنديش رفاهيه ان انا بقى اقعد احل وادور والكلام اللي عمال ماجد بقى بيقوله في البودكاست من اول حلقه، واشوف انا بيحصل ايه واحطني تحت الميكروسكوب والكلام الكتير ده. فانا هسكن الألم. طبعا. ففي ناس بتسكن الألم. كلنا بنعمل كده. ازاي؟ كلنا بنعمل كده يعني. ودي طبعا مش وصفه عشان ندعو الناس لتسكين الألم يعني لألا الناس يفكروا ان دي وصفه. أيوة. لكن عايز برضو اكتشفني، لألا اكون بعمل ده وبتعاطى المسكنات دي وانا مش دريان. الاول هو في طبعا في قنبله حصلت للجماعه المسيحيين، الرجاله المسيحيين اللي قرروا ان هم يقربوا من ربنا ويعيشوا حياه العباده والقرب من الكنيسه والحتت دي كلها، افتكروا ان هم لما يدوا ربنا عباده وتسبيح وحياه ان حياتهم هتبقى كويسه، ان حياتهم هتبقى ان هم هيلاقوا شغفهم مره تاني. فهم راحوا الكنيسه
مش بهدف ان هم يعالجوا جراحهم ويعملوا مكاشفة ويغيروا من نفسهم، لا هم راحوا الكنيسة بهدف الانتماء. زي ما كنت بقول احنا ناس مننا كتير حاسة باليتم او حاسة انها لوحدها، فلا انه الكنيسة او انه المجتمع الكنسي ده مكان ممكن ينتمي ليه ويلاقي مجموعة يعيش فيها والناس هناك شكلها ظريف وطيب. اول ما عمل كده وبقى وسط الجماعة ما فيش حاجة اتغيرت، يعني نفس الحتة هي. الجزء الثاني وسواء جوه الكنيسة او بره الكنيسة قرر انه يعيش في شوية ادمانات. فمين في مننا اللي بيدمن جنس، في اللي بيدمن مخدرات، في اللي بيدمن خمور وشرب، في اللي بيدمن علاقات نسائية، في اللي بيدمن شغل ويفضل قاعد يشتغل طول الوقت ولساعات طويلة، في مننا اللي بيدمن جيم، يعني اي حاجة بحط فيها وقت اكتر من الوقت اللي انا المفروض اكون فيه بتاعه، فعلامة خطر. بالظبط، بقى ده العالم بتاعي التاني اللي انا بحاول اعيش فيه. فالادمانات حاجة من الحاجات اللي الرجالة بتعملها، او الانتماء لاي مجتمعات احاول ان انا افت ان فيها. مجتمعات بقى، في ناس تسافر، يعني يقول لك مثلا مجتمع الساحل، في ناس تخش نادي معين يقول لك انا هنضم للنادي، يعني محاولة انتماء لمجموعات او محاولة لعمل بعض الادمانات لتسكين الالم وان انا احس ان انا عايش تمام يعني. فانا بفضل قاعد بسكن نفسي و برمي الجرح كده من تحت، وافضل انا يعني بساعد انه ينزل لتحت كده خالص، ما مش متلاحظ، مش على السطح. طبعا لجزء كبير جدا انا بحاول ابقى كويس، عشان برضو مرة تاني لما بنقول ان انا بتعامل مع الجرح، هو اساس او محور الامور هو ان انا بحاول ابقى كويس، بحاول احس ان انا افضل، بحاول اطلع نفسي لفوق شوية. وطبعا من اكتر الحاجات اللي الرجالة بتروح بيها عشان تاخد الشرعية دي او ترد على سؤالهم، هم الحاجات اللي ليها علاقة بالفلوس والشغل، والحتة التانية اللي ليها علاقة بالمرأة او الجنس او الحتة دي كلها. وانا احب الحقيقة افرد حتة عن اخذ الامر الى حواء، لانها اليومين دول في حياتنا بقت كبيرة شوية. فانا بروح اخد الجرح بتاعي، اسألها عن هويتي، انا هروح للمرأة استمد منها رجولتي. ده نوع من التسكين ولا نوع من البحث عن الرجولة؟ انا يعني بالمعنى زي ما اتكلمنا قبل كده، انه المجتمع زرع فينا انه انت لو راجل فالجزء ده في حياتك مهم، فانا رايح هناك اثبت لنفسي وللمجتمع ان انا هو راجل، ولا انا رايح علشان اسكن، رايح ارمي الهموم ورا ظهري وافضي دماغي والاقي في واحدة بس معجبة بيا والدنيا تمام وخلصنا على كده. انت عارف، مرة تاني هرجع لقضية السقوط واحكي لك القصة بطريقة غريبة قوي. ان احنا بنقول ان الحية راحت لآدم وحواء في الجنة وقالت لحواء انت ازاي ما تاكلوش من كل شجر الجنة، لازم تاكلوا من شجرة معرفة الخير والشر، واديتها الثمرة فاكلت ايه؟ حواء. انت متخيل معايا الوضع هنا؟ للحظة آدم غير ساقط وحواء ايه؟ ساقطة، كتف في كتف، هو جنبها كده، هي سقطت، كانت من الثمرة وسقطت، وهو ايه؟ لم يسقط. يعني نظرة كده تأملية، يعني في هذه اللحظة كان في اختيار عند آدم انه يا اما يختار الله يا اما يختار المرأة، ويختار آدم المرأة ويبديها عن الله ويسقط بدل ما يفضل في الجنة. الصراع ده صراع من زمان قوي، وسط كل القداسة ومحاولات القداسة ومحاولات ان الناس تبقى مركزة في الحتة دي، بيسقط آدم دايما عند فخ المرأة والجمال والجنس بسهولة جدا. وهنا عايز أقف عند جملة اتقالت في كتاب رجولة قلب، يمكن ملهاش بس علاقة بالمرأة
لكن ليه علاقة بالجنس عموما، بالممارسات الجنسية عموما. فكان بيقول كده انه المثلية الجنسية هي محاولة لإصلاح الجرح عن طريق ملئه بالذكورة، إما بالحب الذكوري الذي لم يتلقوه أبدا، أو القوة الذكورية التي يشعر الكثير من الرجال أنهم لا يمتلكونها. فهو الموضوع بيروح ناحية إنه مش بس بروح للمرأة كمرأة، لكن أنا ممكن يبقى الرغبة اللي عندي أنا رايح للجنس، عايز أثبت رجولتي في الحتة دي، أو عايز أسترجع هويتي من هناك. يعني عشان نتكلم عن موضوع المثلية، إحنا من الخدمة اللي بتؤمن إن المثلية هي حاجة ينفع تتعالج، وبناء على هذا إحنا يعني بنشوف إن الذكر مرات بيروح لذكر تاني بهدف إن هو يعيد علاقة الأبوة اللي ملقاهاش في راجل قبل كده، لكنه هو مش عارف يحب غير إن هو يبقى خاضع للعلاقة الجنسية وإنه يتبهدل في علاقة زي كده. لكن في أساس الحب اللي هو عايز ياخده، هو عايز ياخد حب من ذكر تاني إنه يدعمه، اللي هو ما عملوش أبوه معاه، وبالتالي التشوه اللي عنده بقى إن هو بياخد الحب إنه يتلمس من راجل تاني لمسة مش نظيفة ولمسة قذرة، وهو ده المثلية الجنسية. فهو رايح هناك، رايح عشان يتلاقى مع مجتمع ذكوري قوي. مرات كتيرة قوي بنقول إن الناس اللي عايزة تتخلص من الحتة المثلية بيبقوا محتاجين يبقوا في مجتمع رجالي نظيف يحميهم ويمرر الرجولة مرة تاني لحياتهم ونفسياتهم، فيقدر يلعب كورة، يقدر يلاقي واحد بيشجعه، يقدر يلاقي واحد بيطبطب على كتفه من غير ما يكون بيلمسه، يقدر يلاقي دعم ذكوري نظيف نقي يلعب في الميل فيجر أو الشكل الذكوري في حياته، فتتبني مرة تاني الحتة دي ويشفى هذا الشخص ويكون غيري بطريقة عادية. لكن كمان مننا لما كنا شباب وكنا لسه بنحاول نرتبط، مرات كتيرة قوي بنبقى متلخبطين، فنشوف واحدة ونعجب بيها لأن شكلها حلو ونقرب منها. ودي شكوى على فكرة كتيرة قوي من البنات، إنه بيقرب وبعدين لما أنا أديله فرصة ما بيقولش حاجة. ودي الحتة اللي كنا بنقولها في الأول في الحلقات اللي فاتت، إنه بيبقى المرأة بالنسبة له هي الإيه؟ هي المغامرة، هي أنا خلاص هغامر أوصل لها، خلصت بالظبط. فهو بيشوف واحدة بتعجبه، بيقرب منها، بيحاول يتعرف عليها، بيحاول يعني يخليه يلفت نظرها، ولو الإنسانة دي يعني بتدور هي كمان على الحب، تديله فرصة. أول ما تديله فرصة هو بيحس إنه إيه، تمام كده خلاص هنشوف اللي بعده. هو على فكرة مش كل الناس زي ما الميديا بتقول إنها هدفها إن هو يلعب بالبنات أو يروح يضحك عليهم ويوقعهم، لا، مرات أنا بعمل كده وأنا مش واخد بالي. أنا ببقى رايح عشان أنا جوايا المغامرة، بس أمر أوصل عايز أسكنه. وعلى فكرة أنا بتكلم في البودكاست ده من موضع ضعف مش من موضع قوة. فأنا عملت كده وعملت كده في أوقات معينة في حياتي في أكتر من مرة وبغلط، ولولا إن كان في ناس بتصلح وبتقف لي وأنا بعمل مكاشفة، لولا إن أنا يعني اتلحقت من حاجة زي كده. وعشان كده لكل بنت يعني في حد بيقرب منها، ايه هي اوراق الاعتماد؟ يعني لما انا اكون بقرب من بنت، انا محتاج اسال نفسي ايه اوراق الاعتماد اللي انا ناوي اقدمها لها. اوراق الاعتماد دي على فكره بتيجي من الماضي بتاعي، يعني قد ايه انا ملتزم مثلا في موضوع معين في دراستي، او مش مهم اكون ملتزم في دراستي، ملتزم في حاجه بدرسها، ملتزم في حاجه بتعلمها، ملتزم ناحيه اهلي او ناحيه ابويا وامي. كل المعلومات دي لما اعرفها، لما تكون مبنيه، ده بينم عن نضوج حصل واستدامه وبيسموه كوميتمنت او التزام حاصل في حياتي، على اساسه بنتوقع ان الشخص ده ايه، ان الشخص ده مش طياري، يعني مش بيحاول يشبع حاجه جواه من نقطه لنقطه لنقطه. فدي حته مهمه شويه للمتجوزين كمان. مرات كتيره قوي العلاقه بتخفت، ما بتبقاش كلها حب ورومانسيه في البيوت، فده كمان بيكون فرصه ان في حاجات تتكسر
بسهولة جدا. علاقة في الشغل، علاقة مع الأصحاب، علاقة في الكنيسة، علاقة في أي حتة. فبيبدأ الكلام يحصل بأنه بس إيه، تودد أكتر أو علاقة ألذ شوية عن العلاقة اللي موجودة في البيت، وبعد شوية بتتقلب. كل ده بيحصل لأن الراجل عنده احتياج، عنده جرح، عنده حاجة مش مسددة، عايز حد يقول له أنت جامد، أنت تمتلك المطلوب. فبيروح بكل شراهة عشان يحس إن هو إيه، excited، متحمس، قادر يكون بيلاقي مرة تاني أمل وسعادة. طبعا دي كلها مؤشرات يعني مش مظبوطة يعني. في من ضمن الحاجات دي يا ماجد كمان انا بفكر كده معاك انه احيانا بيبقى الموضوع فيه جزء من التضحية، يعني بيبقى غلافه جميل من بره، ويمكن بتتسمع اكتر من المتجوزين. يعني لو ولد وبنت في علاقة وتلاقي الولد بيشتكي انه انا عملت لها كل حاجة علشان ترضى بس هي ما رضيتش، النوع ده من الشكوى انه انا في البيت انا بعمل كل اللي عندي علشان اوفر متطلبات البيت، عشان مش عارف ايه، عشان كذا عشان كذا، وهي دايما تقييمها ليا انه انت فين، انا مش شايفاك، انا مش حاسه بوجودك، او انت ايه يعني اللي انت عملته ده. فطول الوقت في تقليل من الدور، او مش الدور لكن من المجهود واللي الراجل عمله في البيت علشان الدنيا تبقى واقفه. فهو حاسس ان انا بضحي كتير وانتي مش مقدرة ده. فالشعراية او المعركة اللي بتحصل جوه الراجل وقتها، هو ده عدم تقدير، ولا انا داخل معركة بتاعت انا عايز اخد الختم من المرأة اللي قصادي دي؟ يعني عظيمة النقطة دي يا أمير، يعني أنا بشكرك جدا عليها. هو السؤال إنه لما زوجتي تبقى مش راضية قوي عني كده، إيه اللي بيخليني أنا زعلان قوي كده؟ يعني إذا أعطيت زوجتي الصلاحية بتاعتي، وعايز أفرق في الحتة دي خطيرة جدا وعايز أكون واضح فيها. أنا عايز أشارك مراتي، عايز إن احنا نعيش حياة زي الفل مع بعض ونحب بعض ونستمتع، لكن مرات كتيرة قوي في الناحية البندول اللي هو اللي على الشمال اللي انت كنت بتقول عليه مسميه، هقتبس كلامك، الرجل الغربي، بدي الصلاحية بتاعتي لزوجتي. فلو هي راضية عني وعن تصرفاتي وعن أدائي، أنا ببقى طاير ومبسوط وإكسايتد. ولو هي مش راضية ومتضايقة ومش تمام، أنا بشعر إن أنا إيه، فشلت ومليان خزي. وعلى فكرة ده مرات بيكون في اجريمنت او اتفاق جوايا اني مش هعمل زي ابويا اللي خذل امي، فانا هفضل طول الوقت بعمل ايه، بسعد زوجتي وبرضيها وبفرحها. فالوقت اللي هي تعمل لي بس كده ايماءة ان انا مش تمام، انا او عارف ان انا ايه، زيرو. اذا اديت الصلاحية لزوجتي او للمرأة في حياتي، او يعني حتى الناس اللي مش مرتبطين، فهي هتبقى قادرة انها تحدد مصيري في الصلاحية. وعلى فكرة ده جزء المرأة بتحبه في العموم، يعني لو انت عزمت عليها بالصلاحية هتاخدها وهتمسك زمام الأمور. يحبوا يقولوا رأيهم، لأن المرأة من بعد السقوط يعني وهي عايزة تضمن، الرجل لم يقوم بدوره في حمايتها، فهي بتحاول تضمن بالسيطرة. فأي أمر زي كده هتاخده وهتسيطر على الشخص من غير ما تقصد، مش بأي حاجة سلبية برضو، لكن يعني بالجرح بتاعها وبمحاولة ضمان الحياة زي ما انت بتحاول تضمن الحياة بالظبط. ورحلة استرداد الصلاحية من زوجتي أو من العلاقة اللي أنا فيها مع خطيبتي أو مع شريكة حياتي أو مع الإنسان اللي أنا بحبها مش هتكون رحلة بسيطة على فكرة. أتمنى يعني تكون الحلقة دي فتحت معاك شوية كلام كده وأفكار جديدة عن الهوية بتاعتك وعن حقيقتك وانت مين وتتعامل ازاي وايه الرجولة بالنسبة لك. وزي ما اتفقنا كده من أول حلقة في البودكاست إنه إحنا ماشيين في رحلة، الموضوع مش بين يوم وليلة. الأفكار اللي اتزرعت فينا دي يعني بقالها سنين وأجيال، هي كمان أجيال بتورثها للأجيال اللي بعدها، فإحنا نتاج الثقافة اللي على مدار سنين طويلة قبلنا. فالموضوع مش هيخلص بين يوم وليلة،
مش هيخلص في الكام حلقة دول، لكن احنا بنحاول انه ننور ونرمي الضوء على الحتت العتمة المتشالة كده على جنب بقالها سنين ومحدش بيجي ناحيتها. فأشجعك لو انت في حلقات فاتتك ارجع اسمع الحلقات من البداية بالترتيب بتاعها علشان تاخد كده الموضوع على بعضه وتمشي معانا الرحلة كلها. شكرا ليك على متابعتك الحلقة دي من بودكاست راجل لراجل. بنتمنى تكون مفيدة ليك، ولو عجبتك شاركها مع أصحابك. مستنيين أسئلتك وتعليقاتك، وما تنساش تتابعنا على المنصة اللي بتسمعنا عليها دلوقتي.